معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان، وينضم معنا في هذه الأثناء في الاستوديو الصحفي بلال البوجديني. دعني في البداية أبارك لك تأهل المنتخب المغربي في كأس العالم تحت 20 عام، يعني توافق بين المنتخب الأول ومنتخب الشباب. الأمور طيبة عندكم في كرة القدم. أولا سعيد بتواجدي معكم مرة أخرى هنا، والله يبارك فيك وشكرا. هذا أكيد إنجاز لكل الأمة العربية، ونتمنى أيضا المنتخبات العربية الأخرى خصوصا المنتخب السعودي إن شاء الله تكون مشاركة كويسة. المنتخب المغربي ليس بغريب أن يتأهل وأن يتألق في بطولة كأس العالم للشباب. ليس المنتخب الأول فقط هو الذي يتألق، هو الذي وصل لنصف نهائي المونديال. منتخب الشباب قادر أن يحقق إنجازا هذه المرة لا أحد يتوقعه. لماذا؟ لأن هناك عمل كبير أقيم على مستوى الكرة المغربية، على مستوى تكوين اللاعبين، تكوين المدربين أيضا. هناك عمل يعني من أكثر من 10 سنوات أقيم، والآن يتم قطف الثمار، خاصة على مستوى المنتخبات يعني الفئات السنية. منتخب الشباب هذا يعني خزان كبير للمنتخب الأول. نرى منتخب يفوز على منتخب إسبانيا الذي يضم أفضل المواهب في العالم، بعد ذلك يفوز على منتخب البرازيل اللي هو من أفضل المنتخبات وفائز ب5 ألقاب لكأس العالم للشباب على غرار المنتخب الأول. فهناك عمل كبير أقيم وينجز وأنجز، بمعنى هذا الفوز على إسبانيا 2-0 لم يأتي من الفراغ. الفوز على المنتخب البرازيلي يؤكد نتيجة المباراة الأولى، لكن المأمول هو أن يواصل المنتخب المغربي بهذه الطريقة. لما لا تحقيق اللقب؟ فعلا هذا السؤال اللي كان ببالي، إنه هل سيقف عند نصف النهائي كما وقف الرجال، أم الحلم ممكن يكون اللقب؟ شوف، نصف النهائي بالنسبة لمنتخب الشبان أصلا وصلنا له احنا كمنتخب مغربي في كأس العالم 2005 للشباب اللي أقيمت في هولندا. كان أنذاك المدرب هو فتحي جمال، وفتحي جمال هو هذا من أكبر المؤطرين في الكرة المغربية من مدرسة فريق الرجاء الرياضي. فكان جيل كويس، جيل بندامو، جيل ياجور، جيل لاعبين مميزين. الآن لدينا جيل أفضل بيني وبينكم. هذا الجيل اللي عندنا الآن في منتخب الشباب، وحتى في منتخب الفتيان، وفي منتخب الكبار، وفي منتخب السيدات أيضا. مع الأسف خسرنا نهائي كأس إفريقيا بقلب العاصمة المغربية. لكن أتذكر من فترة كانوا في كأس العالم أداء جيد، لكن السيدات ما وصلوش أنهم يقدموا الدور الثاني على ما أعتقد. بس الدور الثاني الآن لم يعد يقنعنا ولا الربع. الآن الذي يقنعنا على مستوى النهائي أو اللقب. بحديثك بلال، وإحنا قاعدين نشوف يعني العمل ليس على اللاعبين فقط والنشء في منتخب المغرب، إنما أيضا على المدربين. أنا في لقاء لأمينة الاتحاد في الأردني سمر نصار في أحد اللقاءات لها بعد توليها منصب في الاتحاد الأردني لكرة القدم بعد كورونا، ذكرت أنه ذهبت إلى المغرب وشافت أنه الأنسب للمنتخب الأردني طبيعة وفكر المدرب المغربي هو يتناسب مع المنتخب الأردني. وهذا ما حدث مع موتا أولا في كأس آسيا والوصول إلى النهائي، والآن مع المدرب المغربي للوصول لأول مرة لكأس العالم. وش اللي قاعدين يسوونه في المغرب من عمل واستمرارية؟ أولا في المغرب هناك يعني استراتيجية بعيدة المدى يتم العمل عليها. أول حاجة عمل استراتيجية، ما الذي نريد أن نصل إليه، كيف سنصل إليه، وما هي الطريقة، بمعنى وضع الاستراتيجية أولا ثم تنزيلها. فهناك عمل كبير يقام. هناك أكاديميات رياضية، أكاديميات تكوين اللاعبين، وحتى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الاتحاد المغربي لكرة القدم يقوم بتكوين مدربين حتى شباب. يعني كم نكون من مدرب في المغرب؟ عدد كبير. حتى عندنا في البطولة الآن أهم المدربين المتألقين هم المدربين المحليين. مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول مدرب محلي وليد ركراكي. مدرب المنتخب المحليين اللي فاز بكأس إفريقيا للمحليين هو مدرب محلي، هو طارق سكيتيوي. حتى اللاعبين المغاربة في أوروبا نشاهدهم الآن يبحثون عن المنتخب المغربي عكس ما كان في السابق. أكيد يعني تغيرت الأمور. صار المنتخب المغربي يعني يصنف مركز 11 أو 12 عالميا. هذا ليس. شفنا إبراهيم دياز مثل ما ذكر سالم. إبراهيم دياز كان قريب أو حتى يمكن مثل إسبانيا سابقا، لكن غير إلى المنتخب المغربي. كان قريب إنه يكون مع المنتخب الإسباني. شوف حتى نكونوا صادقين، هو
الكرة المغربية لم تصل لمستوى الكرة الإسبانية. هذه حقيقة. نعم. على الأقل لما نتحدث عن الدوري، لما نتحدث، لكن رغم ذلك في الكرة المغربية يعني عملت خطوات كبيرة إلى الأمام. صح. كرة القدم المغربية قبل 10 سنوات من الآن، أو نقول 12 سنة، ليست الآن. صح. احنا في 2012 ما كناش قادرين أننا نتأهل حتى الكأس إفريقيا. كأس إفريقيا 2010 ما تأهلناش ليها. تصور يعني وين وصلنا. أتذكر اللاعبين، عديد اللاعبين المغربيين ينشطون في هولندا تحديدا. الآن لو تروح لهولندا وتسأل أي شاب مغربي في مقتبل العمر تمثل هولندا ولا المغرب، أتوقع يروح المغرب في الأيام هذه. شوف، أول حاجة اللي يحبون تمثيل المغرب من جانب وطني، يعني تشبثهم بأصول والديهم. هم في النهاية أوكي عنده جنسية بلجيكية، بالجنسية هولندية، ألمانية، يلعب في أوروبا، أو حتى لو أراد أنه يمثل منتخب أوروبي له كامل الحق وعادي جدا. يعني لامين يامال لم نغضب منه، عادي جدا، حال عادية. كثير يحبوا لو لامين يامال كان في المغرب، ويتابعوا والد يامين يامال وله كامل الحق. لكن هناك لاعبين يعني عندهم عقلية أخرى، يقول لك لا، أنا رغم أني ولدت في أوروبا، تكونت في أوروبا، لكن يبقى دمي مغربي، أنا في النهاية مغربي. زائد حاجة ثانية تجذبهم إلى المنتخب المغربي الآن النتائج التي يحققها المنتخب المغربي. يعني مثلا كأس العالم المقبلة الجميع سينتظر كيف سيظهر المنتخب المغربي. كأس إفريقيا المقبلة إن شاء الله في المغرب الجميع يتوقع حتى فوز المنتخب حتى 2030 على أرض المغرب. كأس العالم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. لكن هذاك جيل مصنف. هذا الجيل اللي يلعب كأس العالم الآن هو اللي حيلعب مونديال في 2030. يعني جاهزين من الآن بصراحة. المنتخب المغربي نشاهده كأنه منتخب أوروبي بصراحة، وإحنا